طلاب تانية إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للترم التاني، وهو النشاط الزراعي في قارة آسيا وأوروبا. النشاط الزراعي ده بينقسم عندي لزراعة ورعي وثروة حيوانية وثروة سمكية. هناخد كل جزء بالتفصيل. أنا عايزة أعرف سكان آسيا وأفريقيا شغلانتهم بيشتغلوا إيه. قال أول حاجة الزراعة. قال لي نسبة العاملين في النشاط الزراعي في آسيا 20% من القوى العاملة، أما أوروبا 4% من القوى العاملة. إيه القوى العاملة دي؟ الناس اللي بيعرفوا يشتغلوا، اللي في سن العمل. إحنا درسنا قبل كده سن العمل من 15 ل 64%، أي 20% منهم بالنسبة لآسيا اللي هم بيشتغلوا في الزراعة. طب ليه أوروبا نسبتها منخفضة 4% سنة تانية؟ قالوا لي علشان هم بيستخدموا أساليب علمية حديثة، بيعتمدوا على التكنولوجيا، فبيوفروا عمال. كل أساليبهم حديثة. النظام التكنولوجي ده بيعرف لي نظام تقني بالظبط الأرض محتاجة إيه، معدل الملوحة، الماء، كل حاجة بالأرقام. نسبة مساهمة النشاط الزراعي في الدخل القومي في آسيا 7.2%، نسبة كويسة. الدخل القومي الاقتصاد اللي بيجيب لي فلوس 7.2%، أما أوروبا 71% من الدخل القومي. النشاط الزراعي، مساحة الأرض الزراعية بالعالم كلها 17.5 مليون كيلومتر مربع، نصيب آسيا منها 6.8 مليون كيلومتر مربع، أما نصيب أوروبا 3 مليون كيلومتر مربع. خلينا كده في النسب. المساحة كلها بتاعت الأرض الزراعية 17.5 مليون كيلومتر مربع، نصيب أوروبا 3 مليون، أما نصيب آسيا 6 الضعف، 6.8 مليون كيلومتر مربع. قال لي في الدول حولت من الحضارات بتاعت الجبال بتاعتها إلى مدرجات زراعية في آسيا، زي الصين ولبنان وأندونيسيا والفلبين. عشان كده المساحة بتاعتها كبيرة، بامتلاكها أراضي زراعية كتير. طيب أوروبا بتيجي رقم 2 بعد آسيا في امتلاك الأراضي الزراعية، لأنها بتقع في العروض المعتدلة باستثناء المناطق الشمالية. طيب الأراضي الزراعية في آسيا فين؟ قال لي موجودة في المناطق الفيضية، زي وكمان جزر آسيا والمناطق ذات المناخ المعتدل. أما في أوروبا في السهل الأوروبي العظيم دي والسهول الفيضية ودول جنوب قارة أوروبا اللي بتقع على البحر المتوسط، دي كلها مناطق بلاقي فيها أراضي زراعية. أكبر الدول اللي فيها أراضي زراعية في آسيا قال الهند والصين. مين؟ قال الهند والصين في آسيا. أما أوروبا روسيا وأوكرانيا. يبقى الأراضي أكبر الدول اللي بيمتلكوا أراضي زراعية في آسيا الهند والصين، أما أوروبا روسيا وأوكرانيا. أنواع الزراعة في آسيا وأوروبا. قال لي عندي 4 أنواع: زراعة بسيطة بدائية، والزراعة كثيفة تزرع أكتر من مرة، وزراعة واسعة أو حديثة بتعتمد على التكنولوجي، وزراعة مختلطة. هندرس كل واحدة بالتفصيل. الزراعة البسيطة البدائية طبعا زي ما عرفنا اللي قبل كده أوروبا بتعتمد على النظام التكنولوجي، ف أوروبا هتلاقيها معدومة أو مش موجود فيها النظام ده قوي، اللي هو نظام الزراعة البسيطة. بالنسبة لأوروبا لا توجد فيها زراعة بسيطة، لأنها بتعتمد على الأدوات البدائية، فمفيش محدودة، ما عندهاش الزراعة بسيطة. توجد في آسيا فين بالظبط؟ قال لي جنوب شرق آسيا. أما الزراعة الكثيفة بتزرع 2 أو أكثر الأراضي. توجد في مناطق مزدحمة بالسكان مثل السهول الفيضاء بآسيا وأوروبا، مناطق محدودة اللي فيها برضو زراعة كثيفة، لأن زي ما قلت لكم أوروبا معظم زراعتها معتمدة على الزراعة التكنولوجية الحديثة. الزراعة الواسعة أو الحديثة بتستخدم الآلات الزراعية، وبتستخدم رؤوس أموال كبيرة لتوفير الآلات الزراعية وتمد طرق النقل. في آسيا موجودة الزراعة دي في آسيا، في كازاخستان وأوزبكستان في آسيا. أما أوروبا أوكرانيا وروسيا. نركز كده: الزراعة الواسعة الحديثة موجودة في آسيا في أوزبكستان وكازاخستان، أما أوروبا موجودة في روسيا وأوكرانيا. روسيا وأوكرانيا. طيب هندخل بعد كده على الزراعة المختلطة، اللي بتعتمد فيها المزارع بيزرع الأرض وبيربي عليها حيوانات، يعني بيشتغل أكتر من حاجة، بيزرع الأرض بتاعته بيربي حيوانات. عشان الزراعة المختلطة دي بيبقى حواليها عدد سكان كتير، فمحتاجين يعني محتاجين أكل كتير،
فدي بتستخدم لأغراض التجارة والاستهلاك المحلي. في آسيا اللي بيشتغل في الزراعة دي تركيا، أوروبا روسيا وأوكرانيا وألمانيا. يبقى في آسيا تركيا، وأوروبا روسيا وأوكرانيا وألمانيا. طيب ليه المحاصيل الزراعية؟ هندخل بقى على المحاصيل الزراعية في آسيا وأوروبا. قال لي المحاصيل الزراعية في آسيا أكبر من محاصيل أوروبا. قال لي تنوع المناخ، مناخ آسيا متنوع، في بالتالي تنوع محاصيل. أول محصول معايا محاصيل الحبوب. محاصيل الحبوب ديت أول محصول فيها هندرسه دلوقتي القمح، أقدم وأهم المحاصيل الغذائية. بيوجد في آسيا بنسبة 44% من الإنتاج العالمي. القمح ده أول دولة منتجة فيه في آسيا هي الصين، تاني دولة الهند، وعالميا مش آسيويا كمان بس. يبقى أنا عايزاك تعرف ليه في الحتة دي القمح آسيا الأولى فيها مين؟ الهند. الأولى فيها الصين، تاني دولة بعدها على طول الهند. يبقى الأولى الصين، التانية الهند. أما أوروبا بتنتج ثلث الإنتاج العالمي، ورقم 2 في إنتاج القمح. و أول دولة بتنتج في القمح في أوروبا هي روسيا، وبتعدها على طول فرنسا. يبقى تاني عشان ما تتوهوش مني، الأولى عالميا في إنتاج القمح هي آسيا. مين الدول الأهم المدن اللي بتنتج فيها القمح في آسيا؟ قال لي رقم 1 الصين، تاني دولة في آسيا الهند. أما تاني قارة عالميا بتنتج القمح هي أوروبا. مين أهم المدن بها؟ قال لي روسيا، وبعدها على طول فرنسا. الأرز تاني أهم المحاصيل الغذائية بالعالم، لأنه بيعتمد على الزراعة الموسمية والمدارية. ففي آسيا بتنتج 90% من الإنتاج العالمي. رقم 1 بها الهند، التانية الصين عالميا. أما أوروبا بتنتج 5%، يعني عارفين 1% نصه، يعني نص في المية من الإنتاج العالمي. الدول اللي بتنتج الأرز في أوروبا هي إيطاليا. يبقى خلينا كده، الأرز تاني أهم محصول مهم في العالم. آسيا بتنتج فيه 90%، نسبة كبيرة، هي 90% في العالم. أول دولة بتنتج فيه في آسيا أهم المدن الهند، وبعدها على طول الصين. أما أوروبا بتنتج نص في المية، اللي أهم المدن اللي بينتجوا فيها إيطاليا. يبقى معظم الإنتاج بيستهلك محليا بالنسبة للأرز في آسيا، لأن معظم أكلنا أصلا رز، معظم الأكل أصلا رز في قارة آسيا. ندخل بعد كده على محصول الذرة الشامية. ده بيستخدم طبعا في التجارة العالمية. التجارة العالمية بس بنسبة محدودة، لأن آسيا بنستهلكه محليا. آسيا أول دولة بتنتج الذرة الشامية فيها هي الصين. وآسيا بتيجي في المرتبة التانية عالميا، بتنتج تلت الذرة. أما أوروبا عشر الإنتاج، تحتل المرتبة الرابعة بالعالم. أهم المدن أوكرانيا. خليك كده عشان ما تتوهش مني. الذرة الشامية آسيا بتيجي في المرتبة رقم 2. أهم المدن فيها اللي بتنتجه الصين. أوروبا تنتج عشر الإنتاج، أهم المدن أوكرانيا. يبقى تاني آسيا الهند، وأوروبا أوكرانيا. طيب آسيا الصين وأوروبا أوكرانيا. الشيلم، محصول الشيلم ده بيشبه القمح، بيستخدمه أكتر سكان أوروبا عشان يصنعوا منه الخبز. كمثال في الساحل الأوروبي في المناخ البارد بتنتج 80% في أوروبا. أكثر الدول منتجة ليه ألمانيا، ربع الإنتاج العالمي. أما في آسيا بيزرع الشيلم 10% من الإنتاج، ورقم 2 هي عالميا. رقم 1 في آسيا اللي بتنتجه الصين. يبقى الشيلم هو شبه القمح. أول دولة في أوروبا هي مين؟ ألمانيا، تنتج ربع الإنتاج العالمي. أما في آسيا هي الصين. يبقى الصين دلوقتي الأولى في الذرة الشامية وفي الشيلم. المحاصيل الدرانية هي المحاصيل اللي بتتزرع في بطن الأرض، زي البطاطا والبطاطس، اللي هي الثمرة بتاعتها بتطلع لجوه الأرض، يعني لازم أحفر عشان أطلع الثمرة. البطاطس رابع محصول في العالم من حيث الأهمية بعد القمح والأرز والذرة. آسيا بتنتج نصف الإنتاج العالمي.
رقم 1 في الإنتاج في آسيا هي الصين، ربع الإنتاج العالمي تأتي في المرتبة الأولى عالميا. ده بالنسبة لمحصول البطاطس. أوروبا بتيجي في المركز الثاني. ده أهم الدول فيه أوكرانيا وروسيا. يبقى تاني كده، آسيا بتنتج نص الإنتاج العالمي. الصين هي فيها تحتل ربع المرتبة الأولى عالميا. تاني تحتل المرتبة الأولى عالميا. أوروبا في المركز الثاني عالميا. أهم الدول فيها أوكرانيا وروسيا. يبقى الصين أهم المدن فيها، آسيا أهم المدن فيها هي الصين، أوروبا، أوكرانيا وروسيا. ده بالنسبة للبطاطس. البطاطا آسيا الأولى عالميا، بتنتج تلتين الإنتاج العالمي. أهم الدول بها الصين، أكثر من نصف الإنتاج. لا تزرع بأوروبا لأنه بيحتاج إلى مناخ دفيء مداري. يبقى البطاطا في آسيا. مين اللي بينتجوه؟ هي طبعا الأولى عالميا، تلتين الإنتاج الصين. لا يزرع بأوروبا. يبقى آسيا دلوقتي أهم المدن اللي بيتزرع فيها البطاطا والبطاطس هي الصين. أوروبا بالنسبة للبطاطس أوكرانيا وروسيا. محاصيل المنبهات، ركزوا بقى معايا في الحتت اللي جاية دي. تزرع في آسيا فقط طبعا للمناخ، تحتاج المناخ معين مش موجود في أوروبا. رقم 1 عالميا اللي بتنتجه آسيا بالنسبة للمدن الشاي 90%. رقم 2 البن، تلت الإنتاج العالمي. آسيا بتنتج فيه تلت الإنتاج العالمي. رقم 3 الكاكاو، عشر الإنتاج. أنا اللي يهمني دلوقتي الأول عالميا مين اللي بيزرعه؟ آسيا. إيه هو المحصول ده؟ الشاي بنسبة 90%. أما التاني عالميا مين اللي بيزرعه؟ آسيا، البن. بتنتج منه كام؟ تلت الإنتاج العالمي. التالت عالميا محصول الكاكاو. الكاكاو اللي بتزرعه قارة آسيا، وهو بيمثل عشر الإنتاج. المحاصيل السكرية، قصب السكر بيحتاج طبعا لحرارة عالية، فعشان كده موجود في آسيا فقط. أولى قارات العالم في آسيا عالمية. المدن، دولة يعني، أهم الدول الهند. ده بالنسبة لقصب السكر الهند. بنجر السكر طبعا معتدل، بيزرع في آسيا وأوروبا. آسيا تركيا، وأوروبا بتحتل المركز الأول عالميا في بنجر السكر زي روسيا. يبقى أهم الدول في قصب السكر الهند. أهم الدول في بنجر السكر بالنسبة لأوروبا روسيا. بالنسبة لآسيا هي تركيا. نركز في الاتنين دول. المحاصيل السكرية، قصب السكر، أولى الدول العالمية في آسيا بتنتج قصب السكر هي الهند. بنجر السكر أوروبا روسيا. أما آسيا أولى الدول بها مين اللي بينتج بنجر السكر؟ تركيا. قال لي محاصيل ذات أهمية خاصة، يعني أكيد غالية. دي بقى نركنها على جنب الخاصة دي. قال لي المطاط طبيعي من عصارة بيضاء، شجرة بتطلع مادة بيضة، دي باخدها بوديها المصانع تعمل لي إطارات اللي هي العجل، صنعنا عجل السيارات والطائرات. دي موجودة فين؟ قال لي في آسيا، بين مدينة دولة تايلاند. طيب المحاصيل الزيتية بتطلع زيوت زي الزيتون، بيزرع في آسيا وأوروبا. وقال لي نخيل الزيت، نخلة بزرعها علشان أطلع محصول معين طلع لي منه الزيت. قال لي مشكلات الزراعة مرتبطة بالمناخ، إما الجو حر، موجات حارة أو باردة، أو فيضانات تأثر لي على الزراعة، أو كمان عواصف. كل ده بيؤثر سلبا. التربة الزراعية، إفراط في الأسمدة، تلوث، تعرية، كل ده بيؤثر سلبا على التربة. قال لي تلوث التربة، كل دي أسباب أدت إلى إنها بتؤثر سلبا، ومشكلات عندي مرتبطة بالزراعة. قال لي آسيا أولى الدول العالم في تدهور التربة، وأوروبا ستة عالمية. كمان الزيادة السكانية، كل ده أثرت لي على الزراعة، اللي بيضغط على الزراعة، خليني أزرع أكتر من مرة. كمان تغير استخدامات الأراضي الزراعية، اللي أنا يعني ببورها وابني مدن ومصانع. كمان هجمات أسراب الجراد، نتج عنه التهاب، أو اللي هم بياكلوا أعداد كبيرة من المحصول يبوظوه. كل دي مشكلات متعلقة بالزراعة.
ندخل بقى على تاني حاجة معايا، هي الرعي والثروة الحيوانية. قال لي انت خدتي في بداية الدرس لمساحة الأراضي الزراعية كام؟ 17.5 مليون كيلومتر مربع. قال لي بقى مساحة المراعي الطبيعية ضعفها، فلما اجي اجمع هتبقى 35 مليون كيلومتر مربع. قال لي آسيا الأولى عالميا بيها في المراعي الطبيعية، بيها ثلث مساحة المراعي في العالم. أهم الدول بيها الصين الأولى في آسيا والأولى عالميا. أوروبا 5.3% بالعالم، تيجي بس المرتبة الستة من حيث مساحة المراعي. رقم 1 في أوروبا هي روسيا. يبقى تاني كده مساحة المراعي الطبيعية كام؟ قال لي 35 مليون كيلومتر مربع. آسيا الأولى عالميا، أهم الدول بها الصين، تلت مساحة المراعي بالعالم. بالنسبة لأوروبا تيجي في المرتبة السادسة، أهم الدول بها روسيا. يبقى آسيا الصين، أوروبا روسيا من حيث المراعي الطبيعية. الثروة الحيوانية ديت في آسيا وأوروبا. هندخل على الحيوانات المهمة بها. الأبقار. قال لي في آسيا الأولى عالميا في إنتاج الأبقار، تلت أبقار العالم في آسيا بسبب اتساع المراعي والرعاية البيطرية والأعلاف. أهم الدول في آسيا الهند، رقم 1 فيها الهند. أوروبا الخامسة عالميا. الأبقار بتدي لحوم ولبن عندهم بجودة عالية في أوروبا، رغم اللي هي عشان كده بتيجي الخامسة عالميا. رقم 1 فيها روسيا. أنا اللي يهمني الأبقار اللي آسيا الأولى عالميا بها. ورقم 1 أهم المدن في آسيا هي الهند، وفي أوروبا هي روسيا. يبقى أهم الدول بالنسبة لإنتاج الأبقار في آسيا هي الهند وأوروبا روسيا. الجاموس 98% من الجاموس في آسيا فقط. بالعالم أهم المدن أهم الدول في إنتاج الجاموس الهند، نصف الجاموس بالعالم. أوروبا ينطر تربية الجاموس طبعا للمناخ. يبقى الجاموس الأولى في أهم المدن في آسيا هي الهند. يبقى الهند دلوقتي الأولى في الأبقار والجاموس. الأغنام والماعز. آسيا نصف الماعز، نصف الإنتاج بها من الماعز والأغنام. أهم الدول الهند رقم 1، التانية الصين. أوروبا الماعز بتنتج منه 10% وبتقل منها إنتاج الأغنام. يبقى الأغنام والماعز الأولى في آسيا الهند وبعدها الصين. الإبل 16%. مين اللي بينتجوا؟ السعودية وبعدها باكستان، لأنه بيحتاج المناطق الصحراوية. أوروبا بيندر بها طبعا. الدجاج آسيا ثلثي إنتاج العالم. رقم 1 بها آسيا، بعدها على طول إندونيسيا. الدجاج في أوروبا عشر إنتاج العالم. أول دولة بها روسيا، بعدها فرنسا. يبقى الدجاج أول دولة بها الصين، بعدها على طول أندونيسيا. أما أوروبا روسيا وبعدها فرنسا. بصوا بقى عشان ما تلخبطوش في الحتت دي. أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، 3 دول الأولى فيهم في آسيا. أهم الدول الهند. حلو كده. أما بالنسبة للدجاج الأولى فيها هي الصين، بعدها على طول هتبقى أندونيسيا. أوروبا في الدجاج روسيا، بعدها فرنسا، مفيش أوكرانيا. يبقى تاني كده الدجاج ده الأولى الصين، بعدها مين؟ أندونيسيا. أوروبا روسيا وبعدها فرنسا. يبقى مين الأولى في الصين بتنتج دجاج، بعدها على طول أندونيسيا. طيب ايه مشكلات الثروة الحيوانية؟ قال لي تناقص مساحة المراعي طبيعية، بيقل منها. كمان رعي جائر، لأن بربي كتير من الحيوانات فبيجرب يعني بياكلوا كتير الحشائش اللي فوق دي، فده مشكلة. انتشار الأمراض الحيوانية زي الحمى القلعية وإنفلونزا الطيور، أمراض ومبعالجهاش فبتتفشى. تأثير سلبي للتلوث يؤثر على الصحة. الثروة السمكية آخر حاجة معانا في درسنا. عايزك تعرف لي حاجتين مهمين. الأولى عالميا في إنتاج الثروة السمكية هي آسيا 70% عالميا. رقم 2 أوروبا 9% عالميا. يبقى رقم 1 في إنتاج الثروة السمكية آسيا، رقم 2 أوروبا. بيجيبوا السمك منين؟ قال لي من حاجتين، مصايد طبيعية ومزارع سمكية. مصايد طبيعية آسيا ثلث الإنتاج، لأنها بتوجد في منطقة جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا عند المحيط الهادي. أما أوروبا 3/4 الإنتاج
من المصايد الطبيعية توجد في غرب أوروبا وشمال غرب أوروبا، لأنه بيوجد هناك المحيط الأطلنطي والمحيطات. المصايد الداخلية طبعا من بحيرات وأنهار. بالنسبة للمزارع السمكية، ثلثي الإنتاج في آسيا نتيجة الزيادة السكانية، اضطروا يعملوا مزارع سمكية عشان يسدوا حاجة السكان. ربع الإنتاج من المزارع السمكية. المشكلات اللي بتواجه الثروة السمكية: الصيد الجائر، اللي أنا بصطاد كميات كبيرة من الأسماك، وكمان الأسماك الصغير. فعشان كده الأسماك الصغير ده اللي أنا المفروض كنت أربيه وأكبره ويولد ويخلف، فخلاص أنا نهيت كل ده، فبسميه صيد جائر. تلوث بيئي متزايد، تغير المناخ، كل ده بيأثر. طب أنا هفضل كده؟ قال لي لأ، آسيا وأوروبا عملوا جهود لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. بالنسبة ليه عملوا الحلول دي؟ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لأن أوفر أكل وشرب يكون مستمرين. بالنسبة للزراعة، تشجيع الزراعة الرقمية والعضوية. الرقمية زي ما قلت لكم معتمد على نظام تكنولوجي، أعرف كل حاجة بالنسب، مش هتبقى حاجة عشوائية. بالنسبة للحاجة العضوية اللي هو روث الحيوانات، بستغله اللي أنا بعمله سماد للأراضي الزراعية بدل الكيماويات. تحويل النظام التقليدي إلى نظام ذكي. بالنسبة للثروة الحيوانية، تحسين السلالات الحيوانية، والاهتمام بالرعاية البيطرية ودعم الرعي المستدام، وبساعد الرعاة. بالنسبة للثروة السمكية، أقدم حلول عاملة ازاي؟ دعم صغار الصيادين، اللي أنا أديهم فلوس، لأن لو الصيادين الصغيرين دول مراحوش يصطادوا وما لقوش سمك وارد يعني، فهيسيبوا المهنة ويتغيروا المهنة، انتقلوا لمهنة أخرى. دعم الاستزراع السمكي، اللي أنا أعمل مزارع كتير، أكافح الأمراض، أشوف الأمراض وأعالجها، وتأثير التغيرات المناخية وأعالجها وأحاول أعالجها. كده درسنا انتهت، ما تكونوا فهمتوا. شكرا.